السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست خطوات نحو السلام. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف، وهو تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية. هذا الموضوع كيهم أي واحد فينا، سواء طالب، عامل، أو عنده مشاريع شخصية صغيرة ولا كبيرة. كلنا كنحسوا براسنا كنبغيو نديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كنلقاوش الوقت والطاقة باش نديروا هاد الحوايج. اذا شنو هي الطرق باش ننظموا وقتنا ونكونوا اكثر انتاجيه؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نكتشفوه اليوم. المحور الاول وهو ترتيب وضع الاولويات. اول حاجه ضروريه لتنظيم الوقت هي فهم الاولويات. بزاف ديال الناس كيضيعوا الوقت في اعمال ماشي ضروريه وما كتساهمش في الأهداف الحقيقية ديالنا. هنا كندخلوا المفهوم مصفوفة الأولويات، اللي هي نحددوا المهام حسب الأهمية والاستعجال. نبداو بالأمور المستعجلة والمهمة، ومن بعدها كندوزو الأمور اللي مهمة ولكن ماشي مستعجلة، يعني ما خصهاش دار أقرب وقت. وهكذا هاد الطريقة كتساعدنا نبعدو على الأشياء اللي كتضيع لنا وقتنا وما عندهاش تأثير كبير. المحور الثاني في هذا الموضوع وهو التخطيط المسبق، أي أننا نكون دائما عندنا خطة على شنو جاي. التخطيط هو سر النجاح. قبل ما يبدأ اليوم خاصنا نكونوا عارفين شنو غادي نديرو فيه. كيفاش؟ من خلال إعداد لائحة مهام يومية. ضروري تكون هاد اللائحة واقعية، يعني ما نحطوش فيها بزاف ديال المهام باش ما نحسوش بالضغط. مثلا قبل ما تنعس خذي 10 دقائق أو خذ 10 دقائق وسجل 3 حتى 5 ديال المهام لليوم الموالي، يعني لغد ليه. هاد الشيء غادي يساعدك تبدأ اليوم وانت عارف أو عارفة شنو خصك دير في اليوم الموالي. المحور الثالث وهو تجنب المشتتات. من أكثر الحوايج اللي كتأثر على الإنتاجية هي المشتتات، خصوصا التكنولوجيا، التليفون، لي زيميل، مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الحوايج هادو كياخدوا منا وقت كبير بلا ما نحسو، خصوصا ما يعرف عنه بالريلز. هاد القضيه هذه اللي انا شخصيا كانت كتاخذ لي وقت طويل. تخيلوا معايا انني كنبقى كنسكرولي في الفيسبوك اولا في انستغرام لمده طويله بلا ما كنحس بالوقت، وكنلقى حرفيا منين كنتشيكي شحال ديال السوايع وانا ضاربه يعني وانا كنسكرولي كنلقى 5 سوايع 3 سوايع، يعني كيمشي لك داك الوقت هكذاك هباء منثورا. فكيفاش نواجهوا هذا المشكل؟ اولا نحاول نبعدوا من التليفون او نطفيوه الاشعارات خلال وقت العمل ديالنا. ثانيا نخصصوا وقت محدد باش نشوفوا الايميلات والرسائل ديالنا. مثلا الا كنا كنخدموا في شي مجال اللي كيحتم علينا اننا نشوفوا دائما لي زيميل ولا ميساج ديال هاد الخدمه ديالنا. بهذه الطريقه كتقلل الضياع ديال الوقت وكتزيد في الانتاجيه. المحور الرابع هو تخصيص وقت للراحه. ضروري اكيد، لان احيانا كنعتقدوا بان السر في الانتاجيه هو نشتغلوا باستمرار دون توقف، لكن الراحه راه عندها دور كبير وحنا كنساو هذه القضيه. ضروري نعطيو لانفسنا فترات راحه بين الحصص ديال العمل. مثلا نطبقوا تقنيه بومودورو اللي كتنص على العمل لمده 25 دقيقه ومن بعد ناخذ 5 دقائق ديال الراحه. فهاد الشيء كيعطي العقل واحد الفرصه يسترجع الطاقه ويركز مزيان. المحور الخامس والأخير في هذا الموضوع، كل فترة معينة خاص نراجعوا واش حققنا الأهداف ديالنا فيها، واش نظمنا وقتنا بشكل فعال. مثلا في آخر كل أسبوع غادي نديروا واحد تشيك أو واحد الفيدباك، تقدر تسميها اللي بغيتي. غادي تاخد شويه ديال الوقت باش تسجل الحوايج اللي قدرتي تحققها في هذا الاسبوع كامل والحوايج اللي كان ممكن ديرهم بطريقه احسن. هاد التقييم التقبيه غادي يساعدك تعرف فين هما نقاط القوه ديالك وفين
فين هما نقاط الضعف ديالك وفين خاصك تحسن من طريقة العمل ديالك. شكرا لكم بزاف على الاستماع لحلقة اليوم، حلقة اللي شفنا فيها طرق بسيطة وفعالة لتنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية. كنعرفوا باللي كل بداية كتحمل تحديات معها، ولكن إذا استمرينا وحافظنا على الانضباط ديالنا غادي نشوفوا تحسن كبير. نتمنى أنكم تجربوا هاد النصائح وتشوفوا الفرق في الحياة ديالكم، وإذا كانت عندكم طرق أخرى لتنظيم الوقت شاركوها معنا في التعاليق، وغادي هكا استفدوا كاملين. موعدنا في الحلقة الجاية. دمتم بخير وسلام.